اللي ما دقش التشيز كيك بالمانجا فاتوا كتير. شايفين ازاي كريميه وغنيه جدا، تحفه. تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا تشيز كيك في البيت احلى واطعم من اللي بتاكلوها كمان في الكافيهات. هنحتاج 400 جرام بسكوت ساده، هنحط عليهم 100 جرام زبده سايحه ونقلب البسكوت مع الزبده لحد ما يبقى معانا زي الرمل المبلول كده. هنفرد البسكوت في قالب يكون بيتفتح بتاع التشيز كيك ونبدا ان احنا نسويه ونضغط عليه بايدينا عشان يمسك، وده هيكون شكله. هنبدا بقى نحضر الكريمه. للكريمة هنحتاج 200 جرام زبادي يوناني، هنحط عليهم 400 جرام لبنة و160 جرام سكر بودرة، ونضرب الحاجات دي كلها مع بعضها. ولما تتخلط كويس هنضيف البيض. هنحتاج هنا 3 بيضات، هنضيفهم بيضة بيضة. لما تختفي البيضة اللي حطيناها هنضيف البيضة التانية. ولما نخلص البيض هنضيف كوباية صغيرة مانجا بيوريه ونقلبها مع الكريمة، وكده تبقى الكريمة بتاعتنا جاهزة. انا هنا بقلب الكريمه بالاسباتيولا كده بايديا عشان اتاكد ان كل المكونات تجانست كويس مع بعضها، وبعد كده هنصب الكريمه دي فوق طبقه البسكوت اللي عملناها. نخبطها كده خبطتين على الرخامه ونمشي فيها عصايه الشيش عشان نتاكد ان كل الفقاعات الكبيره خرجت، وبعد كده هندخلها فرن بارد على درجه حراره 160 بتقعد تقريبا ساعه. بعد كده هنعمل صوص المانجا اللي بيبقى على التشيز كيك من فوق. هنحط نص كيلو مانجا بيوريه، عليها كوباية صغيرة سكر ومعلقة كبيرة نشا، هنقلبها في ربع كوباية مية ونضيفها للمانجا. هنقلبهم مع بعض ونسوي الصوص ده على نار عالية بالظبط زي المهلبية. هنفضل نقلب فيه لحد ما يبدأ يغلي والنشا يتقل معانا. كده الصوص بقى جاهز، هنسيبه يبرد خالص لحد ما التشيز كيك تطلع من الفرن. بعد ما الصوص يبرد والتشيز كيك كمان تطلع من الفرن وتبرد، هنحط الصوص فوق التشيز كيك ونسويه بالسباتيولا وندخله التلاجة على الأقل لمدة 6 ساعات لحد ما الكيكة بتاعتنا تمسك كويس. بعد ما تطلع من التلاجة هنفكها من القالب ونقطعها ونقدمها، وكده بقت معانا تشيز كيك كاملة في البيت بسعر قطعة واحدة بس من اللي بتاكلوها في الكافيهات. يلا جربوها، وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وشير للوصفة وتقولولي ايه اكتر طعم بتحبوا تاكلوا بيه التشيز كيك.